خلاف كبير جدا في مسألة قضاء الفوائد في الصلاة، تعالوا نجمع ما بين الرأيين. أنا عندي رأي جمهور الفقهاء بيقول لي إنه واجب على كل مسلم عدى سنين فائتة عليه كتير جدا في صلوات فائتة كتيرة جدا، لازم ويجب عليه إنه هو يصليها بقى إنه يحسبها أو يصليها فرد حاضر مع فرد قضاء. المهم إنه لازم يصلي كل الصلوات الفائتة اللي عليه، لأن الصلوات دي بنعتبرها دين عليه، واستندوا لحديث دين الله أحق أن يقضى. وعندي الرأي التاني لابن تيمية وابن القيم وأتباعهم بيقول لي إنه مش واجب على المسلم قضاء الفوائد بتاعة الصلاة، وعليه التوبة والاستغفار. دلوقتي احنا بقينا خلاص في حيرة من أمرنا، يا هناخد برأي جمهور الفقهاء يا إما هناخد برأي الإمام ابن تيمية. تعالوا بقى نجمع ما بين الرأيين. طبعا إن أنا أسيب فرائض ربنا سبحانه وتعالى اللي فرضها عليا ده أكيد ذنب، ولما أعمل ذنب يبقى واجب عليا الاستغفار والتوبة. أول حاجة هاخدها من رأي الإمام ابن تيمية إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى على كل اللي فاتني، وأتوب لربنا توبة نصوحة. والتوبة النصوحة بتبقى بالإقلاع عن الذنب والعزم على ألا أعود في الذنب مرة تانية، والندم على فعل الذنب. ومن ناحية تانية هاخد نية قضاء الفوائد بتاعة الصلاة اللي فاتتني، وكل ما تيسر ليا وقت فاضي هصلي فيه، سواء بقى بالليل الصبح. والله أنا دلوقتي بصلي صلاة مثلا العصر ومعايا وقت فاضي أصلي عصر كمان قضاء يمشي. وبكده أكون جمعت ما بين الرأيين، استغفرت وتوبت لربنا سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وبقيت بحافظ على الصلاة في وقتها على قدر ما استطعت، وفي نفس الوقت برضو ما سبتش الصلوات الفائتة كده وقلت خلاص ربنا غفور رحيم، لا، عشان هي دين عليا ودين في ذمتي فبرضو هقضيها، وخدت نية بان انا هقضيها طول ما انا عايشة وفيا نفس، كل ما تيسر ليا وقت هقضي الصلوات اللي فاتتني. ولو انا بقى ربنا سبحانه وتعالى خلاص امر بانتهاء اجلي، ساعتها هكون جمعت ما بين الاتنين، استغفرت وتوبت لربنا سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وفي نفس الوقت ما سبتش الدين اللي في رقبتي كده هباء وقلت ربنا غفور رحيم، وحاولت ان انا اقضي الصلوات اللي عليا، وفي الاخر ربنا غفور رحيم. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.